ماذا لو عاد معتذرا؟ ده انت هتسامحه ولا هتقفل الباب لأن الوجع لسه فاكره؟ ماذا لو عاد معتذرا؟ السؤال ده بيحرك حاجتين جواك. نرجع نصلح اللي اتكسر ولا لأ؟ ولا الخوف من التكرار؟ نرجع لنفس الوجع بإيدينا تاني. وده طبيعي لأن دماغك بتحاول تحميك، لكن قلبك بيفتح الباب لحاجة كان نفسه فيها من زمان. أوقات بيرجع حد من الماضي، بس مش هو نفس الشخص اللي مشي. بيرجع نسخة جديدة كنت انتوا الاتنين بتتمنوها من زمان. بيرجع أهدى، أصدق، أوعى بألمه وألمك. مش بيرجع يقولك أنا مغلطتش، بيرجع يقولك أنا ما كنتش فاهم بس دلوقتي فهمت. وانت بتقف في اللحظة دي مش عارف ترجع ولا تقفل الباب. طيب تعالى نفهم مع بعض ايه اللي بيحصل لو عاد معتذرا بجد. انا عارف ان انت اكيد بتتلخبط، لان العقل ساعتها بيسأل هو اتغير بجد ولا دي لحظة وهتعدي. لكن القلب بيفتح الدرج القديم ويطلع شوية مشاعر متلخبطة، مشاعر كنت فاكر ان انت نسيتها من زمان. بتحس بالخوف منه والحنين ليه في نفس الوقت. بتبتدي تحس بالأمل، يمكن المرة دي تبقى مختلفة. ويجي معاه في نفس الوقت شك، هو فعلا اتغير ولا ده مجرد كلام وخلاص. عارف ان مشاعرك ساعتها بتبقى متلخبطة، بس الأهم ان انت تبقى عارف ان انتوا الاتنين اتغيرتوا. كل واحد منكم بقى شخص تاني، لأن ده بيحصل مع أغلب الناس بعد أي نهاية. والأهم هنا إزاي أعرف أقبل الاعتذار ولا لأ. في علامات ممكن تقولك الاعتذار ده حقيقي بجد. العلامة الأولى الاعتراف. بيكون في اعتراف واضح باللي حصل، مش مجرد أنا آسف إني ضايقتك، لكن بيقولك أنا غلطت في كذا وفهمت تأثيره عليك في إيه. العلامة التانية النضج. بيكون في تغيير باين في السلوك، مش كلام حلو بس، في أفعال مختلفة، قرارات جديدة ونضج واضح في شخصيته انت تقدر تلمسه. العلامة التالتة في احترام لقرارك، حتى لو مشيت مش بيضغط عليك، مش بيبتزك، مش بيستعطفك. لأن الاعتذار الحقيقي ممكن يقبل إنك ما ترجعش حتى لو اعتذر. الخلاصة يا صديقي، أوقات الاعتذار بيكون نهاية محترمة مش بداية جديدة، وساعات تانية بيكون الاعتذار بداية لتصليح شيء انكسر بصدق. الفرق الوحيد بس هو انت وبس. انت اللي تقدر تقرر هل الرجوع ده خطوة لقدام ولا ساعتها ممكن يكون رجوع لنسخة نفسك كانت تعبت منها قوي علشان تطلع منها. وهديك نصيحة صغيرة، خليك صريح مع نفسك. امسك ورقة وقلم واكتب. اكتب أنا عايز أرجع ليه، هل لأنه اعتذر ولا لأني لسه متعلق بيه. لو لسه شايف إن العلاقة دي تستحق فرصة تانية اكتب انت عايز يكون شكلها عامل ازاي، شكل الحدود بينك وبينه عامل ازاي. والحاجة الأخيرة والأهم، بص على نفسك كويس، أكيد انت كمان كنت غلطان في حاجات حتى لو كانت صغيرة. وفي اللحظة دي لازم تكون حر من غير ضغوط، من غير خوف. تبقى عارف كويس انت حاسس بإيه وعايز إيه، مش هو عايز إيه ولا حتى الناس شايفة إيه. اللي بيرجع بعد ما بيتغير ممكن يكون بيستحق ان احنا نشوفه بنظرة جديدة، لكن لما يرجع لازم يلاقيك واضح صريح وعارف انت مين وعايز ايه. سلام.